قصة اكتشاف كوكب نبتون هي من أغرب الاكتشافات اللي حصلت في تاريخ العلم، لأن ده الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية اللي اكتشفناه على الورق وتوقعنا وجوده بالحسابات قبل ما نشوفه موجود في السماء. الراجل ده اسمه أوربيان لافيرييه، اكتشف وجود كوكب نبتون بشوية حسابات على الورق. وقتها ما كانش فيه لسه آلات حاسبة. في حاجة اسمها ميكانيكا المدارات، دي اللي بتتوقع حركة الكواكب حوالين الشمس. في بداية القرن ال18 وهم بيستخدموا ميكانيكا المدارات دي، لقوا إن كوكب أورانوس حساباتهم لحركته دايما بتطلع غلط، لحد ما اشتغل عليها لافيرييه وحسب حسبته، وقال لهم أكيد في كوكب كبير بعد أورانوس هو اللي بيأثر على حركته ومخلي الحسابات بتاعتنا غلط. وحسبته دي قالت إن الكوكب ده نقدر نشوفه من على الأرض يوم كذا سنة كذا، بس ما كانش عنده تلسكوب عشان يشوفه ويتأكد. فكلم صاحبه عالم الفلك جوان جاليه وقال له بص على السماء بالتلسكوب بتاعك يوم كذا الساعة كذا. وفعلا جاليه لقى نبتون ظاهر له، وكان أول واحد يشوفه بسبب حسابات